بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي. انت يا رمضان حياتي، انت احلى امنياتي. انت يا رمضان عظيم، انت طوقي للنجاة، انت طوقي للنجاة. انا مش هنسى الدموع وكل لحظة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 7، هذا هو عنوان حلقة هذه الليلة. 7 الذين يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 الذين يستظلون بالظل في وقت الحر والعرق والشدة والألم. هؤلاء هم 7 المميزون، هم 7 الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى دون بقية البشر، دون بقية المخلوقات، دون بقية الأكوان والأفلاك، فيكون تحت ظله سبحانه وتعالى. ما أجمل هذه الصورة، تخيلها أخي الآن وأنت تستمع، وتخيليها أختي، أن أكون في يوم القيامة تحت ظل الله سبحانه وتعالى. طيب من هم هؤلاء 7؟ دعونا نقف مع حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من؟ إمام عادل. هذا أول 7. إمام عادل، حاكم مسلم عادل، ولي أمر عادل. يا كل أب، يا كل مسؤول، يا كل وزير، يا كل أمير، يا كل رئيس وحاكم، اسأل نفسك: هل أنا عادل؟ هل سأكون في يوم القيامة تحت ظل الله سبحانه وتعالى؟ يا كل أب في أسرة، يا كل موظف في دائرة حكومية أو في شركة خاصة، يا كل إنسان مسؤول، هل أنا عادل تحت رعيتي ومن تحت يدي؟ هل أنا عادل بينهم؟ هل أنا عادل في تطبيق شرع الله، في تطبيق أوامر الله سبحانه وتعالى؟ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول لمولاه أسلم: والله لو عثرت بغلة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها يوم القيامة، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر؟ قال أسلم: خرج عمر بن الخطاب يوما فرأى امرأة عجوزا وتبع أبا بكر، فإذا هو يدخل عندها، فلما خرج دخل عندها فقال: ماذا يفعل الرجل الذي كان عندك؟ قالت: إنه يأتي فينظف بيتي ويكنسه ويهيئ لي الطعام، وإذا هي امرأة عمياء. فقال: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. قال: لقد أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر، لأن عمر يعرف معنى العدل الحقيقي، يعرف معنى رعاية حقوق الأسرة، رعاية حقوق الرعية، رعاية حقوق المسلمين والمسلمات. هذا معنى ينبغي أن يفقهه أئمة المسلمين وولاة أمورهم وحكامهم ورؤساؤهم والمسؤولين وآباء الأسر ومدير الشركات ومدير المدارس. لابد أن يكون هناك عدل، إمام عادل. قال زيد بن أسلم: فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة يتعسس الناس وينظر ويتفقد الأحوال، فرأى امرأة تصرخ وتتألم وتبكي، فإذا هي في الطلقات الأخيرة. قال عمر: فانطلق مع زيد بن أسلم، قال زيد: فانطلق معي عمر إلى بيت مال المسلمين، وأخذ دقيقا ودهنا وزيتا، ثم حمله إلى تلك المرأة وصنع لها الطعام وأطعمها بنفسه. قالت: أنت والله خير من عمر بن الخطاب، أنت والله خير من عمر بن الخطاب. وما علمت هذه المرأة أن هذا هو عمر بن الخطاب، هذا هو خليفة المسلمين، هذا هو إمامهم. لذلك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل. اسأل نفسك أيها الشاب وأيتها الفتاة، عندما يولينا الله
أو يولينا الله مسؤولية أو نكون حكاما أو شهودا في مسألة، هل نحكم بالعدل؟ هل نقيم العدل في حياتنا حتى نكون من هؤلاء الأئمة العدول؟ أم أن المسألة عندنا محاباة وظلم وتعدي وتجاوز للحدود وللحقوق؟ ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا كل أمين شرطة، يا كل عسكري مرور، يا كل إنسان عنده مسؤولية، إياك أن تظلم، إياك أن تتجاوز الحد، إياك أن تفعل عملا من أجل أن تكسب مالا أو تضع في جيبك نقودا، إياك أن تفعل ذلك. يا كل ضابط شرطة، إياك أن تتعدى الحد، إياك أن تمد يديك على شخص لا يستحق ذلك، إياك أن تؤذي من لا يستحق الإيذاء، إياك أن تحابي أحدا يستحق أن يعاقب من أجل وساطة خارجية. لا، هذا ليس من العدل. أنت لست إماما عادل في هذه اللحظة. إذا كنت في رمضان وأحسست بمشاعر التوبة وأحسست بالروحانية في رمضان، فعليك أن تتذكر هذا الحديث، أن تتذكر أنك في يوم القيامة قد تكون من الذين يستظلون في ظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله. شاب نشأ في طاعة الله. اسأل نفسك أيها الشاب، واسألي نفسك أيتها الفتاة: هل نحن نشأنا في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل تربينا على طاعة الله جل وعلا؟ أم أن الدنيا سلبتنا فأصبحنا نتربى على المعاصي؟ طيب، عندي فرصة أن أستظل بظل الله، ما هي هذه الفرصة؟ أن أنشأ في طاعة الله، أنشأ في عبادة الله، أتربى منذ الصغر، أتربى في مرحلة الشباب، حتى لا تأتي مرحلة الكهولة وحتى لا تأتي مرحلة الكبر وأنا على غير طاعة الله سبحانه وتعالى، وأنا في معصية وأنا في بعد وأنا في إعراض. الصحابي الجليل سعد بن عمير غلام صغير، كانت أمه قد تزوجت برجل بعد أبيه اسمه الجلاس بن سويد. الجلاس بن سويد كان من أثرياء الأنصار، كان غنيا تاجرا كبيرا. هذا الجلاس أغدق على عمير بن سعد ورباه، وكان يطعمه ويسقيه ويشتري له الملابس الفاخرة والملابس الجديدة. فلما كبر عمير بن سعد وأصبح في سن العاشرة، ظن الجلاس بن سويد أنه أصبح تحت يديه وتحت طوعه وسوف يفعل ما يريده وما يشاء. في يوم من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة؟ أقبل الصحابة يجهزون الجيش، النساء تأتي بالأقرطة والخواتم والذهب والغوايش وتخلع وتلقي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسابقة إلى الجنة، من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة؟ عمير بن سعد تأمل، ينتظر أن يدخل الجلاس بن سويد زوج أمه لأنه من أثرياء الأنصار. لم يدخل الجلاس بن سويد. انطلق يجري عمير بن سعد إلى البيت، انطلق يجري إلى البيت: يا جلاس أين أنت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يحجز مقاعد للصحابة في الجنة وأنت هنا. قال: ما الخبر؟ قال: لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يجهز جيش العسرة ويكون رفيقي في الجنة. فقال عمير بن سعد كلمة الكفر والنفاق والعياذ بالله: لئن كان محمدا صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير. يعني كلام الرسول ليس بصدق والعياذ بالله، كلمة كفر. فجن جنون هذا الغلام الصغير وهذا الصحابي الجليل. صحيح أن هذا زوج أمه، صحيح أن هذا هو الذي أطعمه وسقاه، لكن لا يعقل أبدا أن يكتم هذا الخبر، سيكون منافق. لا بد أن يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وبدأ يدير السؤال في ذهنه، هو تربى على الإيمان، هو نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى. فقال: يا عماه، إني قد عزمت على أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعد للسؤال جوابا. وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لقد سمعت الجلاس بن سويد يقول كذا وكذا وكذا. فغضب رسول الله واحمر وجهه وقال: نادوا لي الجلاس بن سويد، نادوا لي الجلاس بن سويد. فجاء الجلاس بن سويد: يا جلاس، ما مقالة بلغتنا عنك؟ قال: ماذا حدث يا رسول الله؟ قال: لقد قال عنك عمير بن سعد كذا وكذا. فقال: كذب والله عمير بن سعد يا رسول الله، ما قلت إلا خيرا وحقا وصدقا. فأطرق الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه، وأصبح الصحابة ينقلون أبصارهم بين عمير بن سعد وبين الجلاس بن سويد. منهم من يقول: غلام عاق أراد أن يضر ذلك الرجل الذي أغدق عليه بالأموال، ومنهم من يقول: بل غلام بار فضح الله ذلك المنافق على يديه.
ثم أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه، ونزل الوحي عليه وتصبب العرق منه وسكت الصحابة كأن على رؤوسهم الطير، ثم سري الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. فقال الجلاس بن سويد: بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب يا رسول الله، بل أتوب يا رسول الله. فكان من شأن ذلك الرجل إذا رأى عمير بن سعد جالس وحوله أثرياء الصحابة قال: تعال أهلا بمن أنقذني الله بسببه من النار، تعال اجلس هنا يا عمير. وشاب نشأ في عبادة الله، لننشئ أنفسنا في القرآن، لننشئ أنفسنا في سنة النبي العدنان، لننشئ أنفسنا في الذكر والطاعة والاستغفار والصلاة والصيام والصدقة والبر بالوالدين والعطف على الفقراء والمساكين والأخذ بيد اليتيم. دعونا نعيش حياتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى تكون النتيجة يا شباب ويا فتيات نستظل بظل الله. بالله عليكم لو قيل لكم ستزور الرئيس الفلاني، ستدخل إلى القصر الفلاني، ستذهب إلى الحديقة الفلانية والنزهة الفلانية، ستذهب إلى مدريد، إلى الأنهار هناك، إلى الأزهار، إلى الأشجار، ستذهب إلى كوالالمبور، إلى أدغال أفريقيا، إلى حدائق الأمازون، هل هذا أسعد أم أن تستظلوا بظل الله في حر شديد عندما تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل والعرق يتصبب من الناس؟ أيهم أحب إليكم أيها المسلمون أن تستظلوا بظل الله؟ إذا لننشئ أنفسنا في طاعة الله وفي عبادة الله. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد. قلوبنا يا إخوة في هذا الزمن، قلوبنا يا أخوات تعلقت بالأفلام، بالكرة، بالمسلسلات، باللهو، بالعبث، بالدنيا، بالإعلانات التجارية، بالطعام والشراب. لكن هؤلاء الذين قلوبهم تتعلق بالمساجد والله يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. قوم من الصحابة اسمهم بنو سلمة كانوا يحرصون على أن ينتقوا البيوت البعيدة. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يقتربوا من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، خلوكم في البيوت لأن خطواتكم إلى المساجد تكتب وتحسب عند الله حسنات، لكن حرص على المجيء إلى المساجد. فحرص بنو سلمة أن ينتقوا أبعد البيوت حتى تكثر الخطوات إلى المساجد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. إذن علينا أن نعلق قلوبنا بالمساجد، أن نربط أفئدتنا وأرواحنا بالمساجد، أن لا نفكر في شيء أبدا إلا في الوصول إلى المساجد. إذا كانت المتاحف والمعابد والقلاع والحصون والمهرجانات تفتن الشباب، فينبغي أن تكون قلوبنا أكثر فتنة ورغبة بمساجد الله وبيوت الله سبحانه وتعالى. أليست هي البيوت التي أذن الله أن ترفع؟ أليست هي الأماكن التي يحميها الله؟ أليست هي البيوت التي تكون فيها مناجاة الله سبحانه وتعالى؟ لماذا إذن لا تتعلق قلوبنا بها؟ يحدثني أحد الإخوة الأحباب يقول: عندي خال غريب، أخو والدتي. هذا الخال لا يمكن أبدا أن يفرط في تكبيرة الإحرام. يقول: في يوم من الأيام كنا معزومين على الإفطار في رمضان، وكنت قد تأخرت وعلي أن آتي بخالي حتى نذهب إلى بعض أقاربنا. ركبنا السيارة وأثناء الطريق كنت مسرع، أذن المؤذن لصلاة المغرب. نحن في رمضان صائمون، ينبغي أن نذهب إلى ماذا؟ إلى الإفطار، نصلي هناك ولا بأس أن نصلي مثلا جماعة في المكان الذي فيه أو في المسجد المجاور. والشاب مستقيم والخال مستقيم. يقول: فقال لي: لا، توقف بجوار أي مسجد. فقلت: يا خالي يعني الأسرة تنتظرنا والعائلة. فقال: أرجوك توقف. يقول: فلم أبالي به، لم أتوقف. فبدأ يبكي بكاء شديدا: حرام عليك، يناديني ربي إلى المسجد وأنت تأخذني إلى الطعام، يناديني ربي إلى الصلاة وأنت تأخذني إلى الطعام. يقول: وخالي يبكي بكاء شديد،
يبكي بكاء شديد. لماذا؟ قلبه معلق بالمساجد، يرغب أن يستظل في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. فكونوا أيها الإخوة الأحباب، كونوا من هؤلاء الذين يرغبون أن يستظلوا في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. نكمل معكم بإذن الله هؤلاء السبعة بعد هذا الفاصل. نلقاكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي. أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي. أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل. السبعة الذين يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. قال صلى الله عليه وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ما أجمل هذه المشاعر. حتى الذين يصرفون الحب من قلوبهم يمكن أن يكونوا تحت ظل الله سبحانه وتعالى. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أليس هذا هو المطلوب؟ أليس هذا هو ما نبحث عنه؟ أن يكون اجتماعنا يا إخوة على طاعة الله، وأن يكون تفرقنا على طاعة الله سبحانه وتعالى. اسأل نفسك أيها الشاب، واسألي نفسك أيها الفتاة: هل علاقاتنا مع أصدقائنا من أجل الدنيا، من أجل الدراسة، من أجل المنصب، من أجل الوظيفة، من أجل الزواج، أم من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى، من أجل الله سبحانه وتعالى؟ وسبق أن تحدثنا أن من حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا اجتمعت مع أخيك على طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يصطفيك وينتقيك حتى تكون من الذين يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. روى أهل السير أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا تفرقوا في سفر أو في طريق فرقت بينهم شجرة أو جبل أو مهد أو وهد أو تل، كانوا يرجعون مرة أخرى فيتصافحون، لأنهم يعلمون أن الذنوب تتحاط والخطايا عندما يتصافح المسلم مع أخيه. الحب الذي كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يتركون كل شيء فيه دنيا، وكل شيء فيه شهوة، وكل شيء فيه لذة، إلا إذا كانت ترضي الله سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام في غزوة بدر رأى الصحابي الجليل مصعب ابن عمير أخاه سعد بن عمير أسيرا مع أحد الصحابة، فقال مصعب لذلك الصحابي الجليل، قال له: أشدد وثاقه، أشدد رباطه، فإن أمه ذات مال، عندها مال ستفتديه وتدفع المال للمسلمين. فقال سعد: أهذه وصاتك بأخيك؟ هكذا وصيتك بأخيك؟ فقال: اسكت، والله هو أخي من دونك، هو أخي، أنت مش أخي، هو أخي. انظر إلى هذه المشاعر، أخوة إيمانية، حب في الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي أن يكون الحب بين الشباب. وتتعجب عندما تمر أمام مطعم أو مقهى وتجد الصدام والعراك، هذا يضرب بالكرسي وهذا يرفع السكين وهذا يخرج الساطور. سبحان الله، أين الحب؟ أين الحب بين المسلمين مع بعضهم؟ والله البعض يتعامل مع أخيه المسلم كأنه يتعامل مع يهودي. لا يا أخي، هذا أخوك، هذا المسلم، هذا الذي إذا أحببته كنت أنت وإياه تحت ظل الله سبحانه وتعالى. لننزع الغل والقلوب من قلوبنا،
لننزع الغل والحقد من قلوبنا، ولنعلم أن هذه صفة من صفات أهل الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يا رب اجعلنا وجميع المشاهدين من أهل الجنة. إذا جعلنا المحبة يا إخوة فيما بيننا لله ومن أجل الله، نضمن بإذن الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يستظلون بظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ليست امرأة عادية وليست امرأة من عامة الناس، بل ذات منصب وجمال، فهو لا يخاف إذن ما دام أنه سيكون معها، وهي ستغريه وتفتنه ما دام أنها جميلة. فلذلك إذا دعته هذه المرأة وقال إني أخاف الله، قدم خوف الله على شهوته، قدم خوف الله جل وعلا على لذته، قدم خوف الله على رغبته، على الجمال، على الفتنة. كان الأثر والنتيجة والثمرة يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. عندما نتحدث عن هذه الصورة لا نتذكر إلا رجل واحد، إنه نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام تربى في قصر العزيز، وراودته امرأة العزيز عن نفسه، فلما كان في مكان خال وليس عنده أحد وغلقت الأبواب لم ينسى الله سبحانه وتعالى، فقال معاذ الله أنا أبدا لا يمكن أبدا أن أعصي الله، لا يمكن أن أفرط في حق الله سبحانه وتعالى، إنه ربي أحسن مثواي، كيف أعصي ربي وهو الذي أعطاني الخير وهو الذي أعطاني الجود وهو الذي أعطاني البركة. وقال بعض المفسرين إنه ربي يعني سيدي الذي أنا عنده في قصره أحسن مثواي يعاملني معاملة حسنة، إذن كيف أعصي ذلك السيد وكيف أغدر وكيف أخون. وجرت وراءه تريد أن تغريه بالقوة، تفتنه بالقوة، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. فتح العزيز الباب وفوجئ، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. ومع ذلك ثبته الله ودخل السجن، كان بإمكانه أن يقول أي كلمة أخرى، دخل السجن وعذب وأبعد صلى الله عليه وسلم، وأخرج بعد ذلك من السجن ليكون عزيز مصر، ليكون حاكم قائم على خزائن الأرض، قائم على الأموال. انظر إلى الثمرة. فلذلك جعل الرسول صلى الله عليه وسلم من الذين يستظلون في ظل الله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال. يا شباب تدعون الفتيات على الإنترنت، تدعون الفتيات في الشوارع، تعاكسنا الفتيات في الأسواق، هذا لا يهم، لا يضر، لا يهم. احتسب هذا عند الله وقل يا ربي أريد أن أكون من الذين يستظلون بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. لا تفتني المرأة أبدا. روى أهل السير أن رجلا من عابدي أهل مكة كان مشهورا بالتقوى والعلم والفقه في الدين، وكان في طريقه إلى مكة يمر ببيت جارية مغنية فارسية، كانت من أجمل ما خلق الله من النساء، تأسر الألباب وتأخذ العقول بحسنها وجمالها، وكانت تغني. فمر من أمام بيتها وجلس يستمع إلى الغناء، وفجأة فتح سيد الجارية الباب فقال فلان هنا، لأنهم كانوا يعظمون أهل العلم، تفضل ادخل نكرمك. فاستحى ذلك الشاب وانطلق إلى بيت الله الحرام، لكن الشيطان أراد أن يزين له هذه الصورة وتلك الفتنة، فجلس يعمل فكره وذهنه في هذه المرأة، وعاد إلى بيته، وبدلا من أن يقوم الليل أصبح الليل كله يفكر في هذه المرأة، ماذا لو ظفر بها، ماذا لو نال معها ساعة، ماذا لو كانت زوجة له. في اليوم الثاني عزم على أن يستمع إلى غنائها، وجاء فوقف عند الباب، وأطلت الجارية من شرفة القصر ونظرت له ونظر لها، فأحبته وأحبها، وصار كلام الناس في مكة كلها. سبحان الله، فلان الزاهد العابد الذي كان وكان، ما الذي حدث له؟ انظروا ما الذي حدث له. تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال، أصبح يحبها وتحبه، وترك عبادة الله وترك الطاعة. في يوم من الأيام خلى بها في ليلة من الليالي، وخلت به فقالت يا فلان إني أحبك. قال وأنا كذلك. قالت ما يمنعك أن تأتي وتدعوه إلى الفاحشة؟ الموضع خال،
الموضع فاضي والرقيب قد نام، سيدها قد نام والناس قد ذهبوا. بدأ يفكر في هذه الكلمات: الموضع خال والرقيب قد نام والناس قد ذهبوا، لكن أنا عابد، أنا أصوم، أنا أبكي، أنا أقوم، أنا أتصدق. لو جاءتني المنية على هذه اللحظة ما هي حالتي؟ ما هي نتيجتي؟ سأموت، سأغادر الدنيا ولن أكون من الذين يستظلون بظل الله. فقال: يمنعني قول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. خشي أن تكون هذه الخلة وهذه المحبة عداوة عند الله سبحانه وتعالى. إذن الخامس: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. السادس: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا الله، ما أجملها من صورة، ما أحسنها من صورة، أن نذكر الله في خلوتنا فتفيض عيوننا وتدمع عيوننا خوفا من الله. يا إخوة، بكينا كثيرا من أجل المسلسلات والأفلام، دمعت عيون الشباب والفتيات من المشهد الرومانسي المؤثر في المسلسل الفلاني، ومن المشهد الدرامي المحزن في المسلسل الفلاني، ومن مشهد الابتعاد والفراق بين الحبيبين، ومن مشهد ذلك الرجل الذي حاول أن يساعد أباه قبل الموت لكنه مات، ومن مشهد ذلك الرجل الذي كان يتمنى أن يتزوج هذه الفتاة لكن تزوجت غيره. مشاهد كثيرة بكينا من أجلها. طيب لما لا نبكي من أجل الله؟ لما لا نبكي من أجل مرضاة الله؟ لما لا نذكر الله في خلوتنا فنبكي؟ اجلس لوحدك، اجلسي لوحدك، واستشعر الآن أن الله يرانا، يطلع علينا، يشاهدنا، ينظر إلينا. يا رب، نحن عبادك، نحن عباد، نحن في رمضان يا رب، فتحت لنا أبواب الجنة، اجعلنا من أهل الجنة. تب علينا، امحو الخطايا والذنوب السالفة الماضية، وابدأ بالبكاء، ابدأ بالدموع. إذا لم تبكي فحارب هذه الدموع حتى تنزل، تباكى حتى تصل إلى هذه المرحلة، حتى تصل إلى مرحلة ذكر الله خاليا وتبكي حتى تكون من الذين يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. أبو بكر الصديق كان إذا سمع القرآن بكى، وعمر رضي الله عنه كان في خديه خطان أسودان من شدة البكاء، ومنصور بن المعتمر كان يقوم الليل كله يبكي، ومحمد بن سيرين كان إذا بكى أبكى كل من حوله، وعمر بن عبد العزيز كان إذا بكى أبكى زوجاته وأهله وأهل بيته. إذن لنبكي من أجل الله سبحانه وتعالى. وستأتي معنا بإذن الله حلقة قادمة بعنوان أعتق رقابنا، سنتحدث فيها عن هذا الموضوع بالخصوص. السابع: قال صلى الله عليه وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يا الله، لهذه الدرجة نخفي أعمالنا، لهذه الدرجة نخلص لله. تصدق في رمضان، وقدم المال في رمضان، وأطعم المسكين والفقير في رمضان، لكن أخفي هذه الصدقة، لا يعرف بها أحد، لا يعلم عنها أحد، حتى تضمن في رمضان هذا العام أن تغير حياتك وتكون غدا عند الله من الذين يستظلون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. دعونا نتعاهد أيها الشباب، أيتها الفتيات، أن نكون من هؤلاء السبعة الأصناف بإذن الله سبحانه وتعالى. إني داع فأمنوا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب، يا رب، أن تجعلنا من هؤلاء السبعة الذين يستظلون بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا رب اجعلنا من أهل العدل، يا رب اجعلنا من أئمة العدل، يا رب اجعلنا من الذين ينشأون في طاعتك، يا رب اجعلنا من الذين يتحابون على مرضاتك، يا رب اجعلنا من الذين يذكرونك في خلوتهم فيبكون لك، يا رب اجعلنا من الذين إذا فتنوا قالوا نخاف الله، يا رب اجعلنا من الذين يتصدقون ويخفون الأعمال عن الناس. يا رب، أنت تسمع دعاءنا، أنت تسمع تبتلنا، أنت تسمع تضرعنا. يا رب تب علينا الليلة، تب علينا الليلة، أعتق رقابنا الليلة، تولى أمرنا الليلة، تولى أمرنا الليلة. يا رب خذ بنواصينا إلى الجنة، خذ بنواصينا إلى الجنة. أصلح فساد قلوبنا، أصلح فساد قلوبنا، يسر أمورنا، أعنا على ما يرضيك، أعنا على ما يرضيك، إنك أنت السميع العليم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألتقي بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة التي هي بعنوان ذكرياتي معها. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت يا رمضان حياتي، انت أحلى أمنياتي.
أمنياتي. أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي. أنت يا رمضان عظيم، أنت طوقي للنجاة، أنت طوقي للنجاة. أنا مش هنسى الدموع وكل لحظة ذكرياتي، لما بفطر، لما بدعي، لما ببكي في صلاتي، لما ببكي في صلاتي. أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي. أنت يا رمضان حياتي، أنت أحلى أمنياتي. أنت يا رمضان عظيم، أنت طوقي للنجاة، أنت طوقي للنجاة. أنا مش هنسى الدموع وكل لحظة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي. دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي. وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الأيام والأيام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكرياتي معها أشتاق إليها في كل لحظة، أشتاق إلى لمسة كفيها الحنونة، أشتاق إلى مزاحها ودعابها الجميل. في قربي منها أشعر بالأمان، تضمني إلى صدرها فتنساب دموعها. سبحان الله، بيني وبينها حب كبير، لكن لا أدري لما هذا الحب الكبير الذي بيننا. خلقني الله نطفة صغيرة في رحمها، لم أكن شيئا مذكورا. ها هي تحس بشيء ينمو في جسدها، تسرع إلى والدي لتخبره بما تحس به، وفجأة يكبر شعر رأسي وينمو، وتحس بالألم الشديد يداهمها الصداع الرهيب. ترغب في التقيؤ، لكن رغم الجهد والتعب، رغم الجوع والنصب، رغم هجر الفراش وقلة النوم، رغم السهر المتواصل، إلا أنها لا تفتر عن قول: اللهم احفظ ولدي وأخرجه إلى الدنيا سالما. ها هم يحسون باللحظات الأخيرة، تزيد الطلقات ويزيد النبض. ها هم يبشرونها، يقولون لها سيخرج الآن، لكن الألم عظيم والألم كبير. تدفع الولد شيئا فشيئا. بشروها: ها هو ولد جميل. خرجت إلى الدنيا وتزيد صراخي ويزيد صراخي ويزيد صياحي وينزعج كل من حولي، لكن بكائي في أذن أمي أجمل نغم سمعته في حياتي، أجمل نغم سمعته في حياتها. ولدي بالدنيا يا ولدي، ضحكاتك أحلى من شهدي، نبراتك تملأني حبا تمنحني سعدا للأبد. أكبر ويكبر معي حب أمي، تزيد ألعابي، أكسر الكثير من أثاث المنزل، أبحث في الدنيا عن أشياء جديدة، أتذمر، أتسخط، لكنني مع هذا كله يزيد حب أمي لي. أحاول أن أغضب عليها كثيرا، أرفع صوتي عليها، أطلب أشياء كثيرة ليست موجودة، لكنها مع ذلك صابرة محتسبة. ومع ذلك كله يزيد العطاء من أمي،
ويزيد البذل من أمي، ويزيد الجفاء مني، ويزيد البعد مني، وهي صابرة محتسبة. سبحان الله، ما أجملك يا أمي، ما أعظمك يا أمي. هي سلة فواكه جمعت أجمل الثمار، هي بستان صدق مملوء بأجمل الأزهار، هي والله عنوان صدق وإخاء، وتاج تضحية وفداء. تنسى نفسها لتتذكرني، تسهر كي أرتاح أنا، تطمئن على صحتي، أمرض أتعب فلا تنام، تهجر الفراش، تستدعي الطبيب، ويأتي والدي بالطبيب ويطمئنها الطبيب، لكنها لا تطمئن حتى ترى تلك الضحكات على وجهي. سبحان الله، أي حب ذلك الحب، أي وفاء ذلك الوفاء، أي إخلاص ذلك الإخلاص. ربما كنت تشاهدينني الآن يا أمي، لكنني الآن أعترف لك في رمضان أنني مقصر في حقك يا أمي، أنني مفرط في حقك يا أمي. أتمنى لو كنت الآن معي حتى أتوج جبهتك بقبلة، أتمنى لو كنت الآن معي حتى أخدمك، أتمنى لو كنت الآن معي حتى أؤدي شيئا من حقك الذي فرضه الله جل وعلا علي. الآن أدركت معنى قوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الآن أدرك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي الجليل الذي جاء يسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاني بك يا أمي، لذلك أنا في رمضان وبعد رمضان وطوال العام وحتى يأتي في العام القادم رمضان سأظل أبر بك، سأظل حريص على خدمتك، سأظل قريب منك حتى أكون من هؤلاء الذين يفوزون برضا الله سبحانه وتعالى. وقف يا شباب، وقف يا أحباب. قال محمد بن المنكدر: بات أخي قائما بالليل يصلي، بات أخي قائما بالليل يصلي، وقعدت أنا عند قدم أمي أغمزها وأدلكها حتى نامت، ووالله ما أحب أن ليلتي بليلته، ما أحب أني الآن قائم أصلي لأنني في خدمة أمي، لأنني أبر بأمي الآن. ما أجمل هذه الصورة، ما أجمل هذه الصورة يا شباب يا فتيات. دعونا نطبقها في رمضان، دعونا نبر بآبائنا وأمهاتنا، دعونا نملأ قلوبنا بحب أمهاتنا، تلك الأمهات التي تعبت، التي نصبت، التي ضحت، التي بذلت، التي أعطت، التي قدمت. نحن ماذا قدمنا لأمهاتنا؟ ماذا قدمنا لآبائنا؟ جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، جئت